انطلقت اليوم الجمعة حملة واسعة للبحث عن المحامي المفقود منذ أيام، الأستاذ جمال الدين شاوي، الذي اختفى عن الأنظار وانقطعت الاتصالات به منذ حوالي 5 أيام، خاصة بعد العثور على بعض من أغراضه مرمية وحتى على سيارته متفحمة. وحسب ما توفر من معلومات فإن عملية البحث الأولى انطلقت صباحا من قبل المواطنين، قبل أن تنطلق حملة ثانية بعد صلاة الجمعة تقودها مصالح الحماية المدنية، بالإضافة إلى تحديد حوالي 4 مناطق بحث في خطة تم تسطيرها من قبل قيادة الحملة. وكان المحامي المفقود الذي كان يشغل منصب رئيس بلدية السبت جنوبي ولاية سكيكدا قبل أن يصل المجلس إلى الانسداد قد اختفى عن الأنظار منذ أيام وتنقطع معه كل الاتصالات، وهذا ما جعل عائلته تتقدم ببلاغات رسمية للجهات الأمنية والقضائية المختصة التي باشرت الإجراءات المعمول بها في مثل هكذا وضعيات، سيما بعد تسارع الأمور بعد العثور على بعض أغراض الأستاذ المحامي مرمية على الطريق السيار شرق غرب بمنطقة عين بوزيان على الحدود بين ولايتي سكيكدا وقسنطينة، فيما تم العثور على سيارته محروقة بمنطقة الخروب ولاية قسنطينة حسب المعلومات المتداولة.